مساء الحب أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج أوتار. ضيفنا وضيفكم لهذا اليوم المنشد الرائع الوتر الجميل المنشد حسين الزيرجاوي. حياك الله أبو علي. أهلا وسهلا وحياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة وربي يوفقكم إن شاء الله. يا حبيبي شرفتنا. أبو علاوي خلينا نتعرف على بطاقتك الشخصية أو سيرتك الذاتية. بطاقتي الشخصية حسين علي عبد الحسين الزيرجاوي، من مواليد 1992، منشد وملحن ومهندس صوت وآزب. شو التحصيل الدراسي؟ تحصيل دراسي بكالوريوس كلية الآداب الجامعة المستنصرية، قسم المعلومات والمكتبات. تمام. ما شاء الله حبيبي. أبو علاوي، من اكتشف حسين الزيرجاوي؟ والله اللي اكتشفني والدتي، الله يرعاها ويعطيها طولة العمر إن شاء الله. الله يحفظها إن شاء الله. حبيبي. أبو علاوي، مثلك الأعلى من الرواديد الحسينيين التراثيين أو متأثر بفرد رادود حسيني؟ والله هم كلهم على راسي، بس أكثر واحد متأثر بي يعني بطفولتي الشيخ حسين الأكرف. تحياتنا للشيخ حسين. أبو علاوي، خلينا نستهل الحلقة بقراءة مقطوعة لك للسادة المشاهدين. قصيدة من كلمات الشاعر فاضل حسن والحان الصديق العزيز علي الدلفي. تحياتنا لهم. قلبي حجال وقال ما يظل هيج الحال، والكربلة بنصلي الحمل قلب وشال، سلم علي وراح بس دار وجه ارتاح، ما قلت له يمتى تعود طاير بغير جناح، كل من لقى احبابه نسى اصحابه وهلا، شما طول غيابه على غيابه بد ما زعله، عالغيرة قلبي يا نار ما صار شوق ولا دار، كل عمره ساكن حضرته بس يجي يمي خطار، كل عمره ساكن حضرته بس يجي يمي خطار. الله عليك حبيبي. الله يوفقك إن شاء الله. والله على إحساسك. أبو علاوي، خلينا نعرف حسين الزيرجاوي اليوم أين يضع نفسه، في خانة المنشدين أو خانة الرواديد الحسينيين؟ أضع نفسي وبكل وضوح في خانة المنشدين. نعم. شنو فرق المنشدين عن الرواديد الحسينيين؟ والله هذا العفو، هذا السؤال يعني انطلق بأكثر من برنامج إنه الفرق، وبعد الياس اكو عالم تريد تعرف شنو الفرق بين الرادود والمنشد. الرادود يقرأ لأهل البيت، خاص لأهل البيت، قراءة القرآن، رادود للمنبر. المنشد يقرأ كل شيء، بس يقرأ للطير، يقرأ للوطن، يقرأ. بس هسه منشدين عبروا هاي المرحلة. والله بعد كل من وأسلوبه الخاص، كل من ومهنته واحترامه لهاي المهنة. يعني اكو بيهم طلعوا من الطريق، واكو بيهم بقوا بالطريق، واكو بيهم ظلوا بمجال الانشاد، واكو بيهم طلعوا من الانشاد، اكو بالانشاد صار رادود، واكو من الرادود صار منشد. هيك. ابو علاوي، خلينا نعرف رايك بالحفله الاسلاميه او بما نسميها احنا الحنه. والله رايي بالحنه غلط. كلها غلط، وكل منشد او غير منشد يطلع بالحنه ويسميها شيء اسلامي هذا غلطان. هسه تسميها اسلامي؟ لا ابد. والله. راضى على نفسك بالحنه؟ اكيد لا. كلش ما راضى؟ ابد. نشوف حسين الزيرجاوي يدخل الى وسط الرواديد الحسينيين فقط والله مستقبلا؟ اتمنى اليوم قبل باكر. الله يوفقك ان شاء الله. حبيبي. خلينا نروح فاصل ابو علاوي ونكمل ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائنا مشاهدينا الكرام، مستمرين بالحلقه، لكن خلينا نروح فاصل وراجعين وياكم.
رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين ومستمرين بالحلقة مع الوتر الجميل الصديق حسين الزيرجاوي. حياك الله مرة ثانية أبو علي. حبيبي حياك الله. أبو علاوي، خلنا نعرف منو الداعم الوحيد لحسين الزيرجاوي. والله الداعم الوحيد يعني بما أنه أنا عندي استوديو، فبالبداية يعني قبل لا أعرف شخص كنت أنا الداعم الوحيد النفسي، يعني أشتغل وأسجل وخلال التسجيل الناس تدعيني مجالس أو مهرجانات. من بعد نفسي أخوي وحبيبي أحمد شيحان، الداعم الوحيد. تحياتنا لأحمد شيحان طبعا. تحياتي حبيبي. حسين الزيرجاوي، ناس تقول أو خبر حسين الزيرجاوي تم استبعاده من قناة الفرقدين وبالتحديد خلاف مع كرار الساعدي. طبعا تحياتي لاخوي وحبيبي كرار الساعدي، وهذا الشيء غلط. ماكو هيك شيء، لان انا اخر فتره وفاه الامام الكاظم عليه السلام سجلت قصيده وهو خابرني بنفسه، قال لي تسجل انتاج القناه. ما عندي يعني لحد الان انت بس حسين قل على الشاشه. والله هي قناه الفرقدين اول شيء منشدينها هواي، صح. وانتاجاتهم هواي، وبسبب الظروف اللي مرينا بيها، يعني ظرف هذا المرض الله يبعدنا منه، وظرف الحظر وظرف المظاهرات، فتوقفت انتاجات القناه وصار يعني الانتاجات قليله، ومو بس انا، هواي منشدين. تمام. ابو علاوي، قصيده تعتبرها هويتك؟ قصيده اعتبرها هويتي قصيده المحنه. نقدر نسمع من عندها؟ اي نقدر. قصيده من الحاني وكلمات الشاعر علي مهدي. تحياتي له. يا عطر شال وشابق زلوف، تلاحق رداني صارت جروف، لانت الغريب ونقدر نعوف، وجهك على العميان مألوف، ترضاها يا قلب العصافير، من صورتك حصتي البسامير، وفزاعة يمكن وسط العيون، تو النعاس يفوت ويطير، وش احكي لك على الخنقة بيه، من الصبح تبدي المغربي، ومن طب ثواب الريح ريه، والخاصرة تغفى على ديه، المشكلة عيونك هن شاوين وديت المحن، وبسك تقول اليوج عنا، ما ظل وجع ما جاس قلبي. الله على احساسك حبيبي، والله على صوتك، وقصيده جميله وموفق صراحه. خلينا ناخذ فاصل. اعزائنا مشاهدينا الكرام، مستمرين بالحلقه، لكن خلينا نروح فاصل وراجعين وياكم. أعزائي المشاهدين ومستمرين بالحلقة مع الضيف الجميل الوتر المبدع حسين الزيرجاوي. حياك الله مرة ثانية أبو علي. حياك الله يا حبيبي. حسين الزيرجاوي تحارب من أقرب الناس أو من وسط المنشدين حصرا، أو أكثر منشد محارب بالوسط.
والله حقيقة هذا السؤال صحيح وصحيح محارب من قبل المنشدين وخاصة المنشدين الحسينية. يعني يحاربون بهواي شغلات، بهواي يعني هواي امور، برزقي، بالاستوديو، بالقراءة، بهواي شغلات. وتحياتي لهم، يعني ما عندي شيء اضيفه. بس احنا سمعنا يقول حسين الزرجاوي انه ماكو اصلا وسط بالحسينية. واحنا نقدر نقول ماكو ثقافة. بالحسينية ماكو ثقافة، ما عندنا منشد مثقف الا القليل يعني. يعني قليل، يعني يعدون على عدد الاصابع اليد الوحدة. وحسين يقول انا صاحب فضل على اغلبية المنشدين. والله هو الفضل لله سبحانه وتعالى، بس هذا الشيء صحيح، صاحب فضل عليهم كلهم. منشدين الحسينية وشعراء الحسينية والروابط، يعني كل الوسط الفني اللي داخل الحسينية كلهم أنا مساعدهم، وما جاي يذكرون الشيء الزين، يعني جاي يذكرون الشيء المو زين قبل الزين. زين هنا يقولون عقدك مع قناة الفرقدين زادك محاربة أكبر. أكيد صحيح. أكيد. شنو السبب؟ غيرة وماكو حب بين المنشدين بالحسينية. عندك مشكلة وصلت، خلينا نحكيها بالعامية، وصلت للعشاير وهي منشد من الحسينية. بخصوص قصيدة هي سجلت، طبعا دخلت على اليوتيوب بدون ما أعرف، وشفت هاي القصيدة عجبتني وقصيدة حلوة فحبيت أسجلها. بعدها خابرت الشاعر، لأن أنا ما أخذ أي قصيدة اللي أشوفها بالفيس أو باليوتيوب تعجبني ما أخذها وأسجلها إلا بموافقة الشاعر. إيه الحقوق. أكيد. فخابرت الشاعر واتفقت وياه وقال لي سجلها، وطبيت على اليوتيوب شفت هواي منشدين مسجلينها، يعني أكثر من 7. فحبيت أسجلها. المنشدين اللي حكوا على تسجيلها كانوا خارج الفرقدين. حلو. فأنا موقع عقد بالفرقدين، يعني شلون حاربون بطريقة جديدة. والله والله ساكت، عرفت القصيدة وبعدين نزلتها. نفسها هي القصيدة اللي صارت بها مشكلة مع هواي أو 4 منشدين نقدر نقول، وصلت بيهم انه يتهجمون عليك المكان عملك. هي نفس القصيدة؟ والله هي نفس القصيدة صحيح، هم كلهم اخواني وعلى راسي واحبهم، بس نقدر نقول تسرع من يومهم. زين حسين الزرجاوي يقولون كان يلحن كليبات غنائية باسم مستعار. والله هو هذا الشيء صحيح، متداول عفوا عند هواي ناس، بس غير كون عندي اسم. يعني ما له صحة هذا الخبر؟ لا ما له صحة. حسين الزرجاوي كان عقده مع قناة الفرقدين بدلا من منشدين في مدينة الحسينية. والله يا حبيبي سجاد، الفرقدين ما محتاج الحسينية كلها. حلو. والفرقدين ما عندهم، لأن اللي شفته أنا خلال مشواري بقناة الفرقدين، اللي شفته إنه هم ما محتاجين الرادود محتاجهم. حلو. إذا كان نجم وإذا كان اسم وإذا كان ما معروف. يعني حسين ما جابوه بدال؟ لا طبعا، لأن الفرقدين ما يعني نقدر حتى أحكي لك بالمسميات وأقدر ما أحكي بالمسميات. بس الفرقدين ما محتاج رادود حتى تجيبني تضغط هذا الرادود. ليش؟ زين هم ليش جابوني على مود منشدين الحسينية؟ خب اكو اصوات احلى مني. صح. اكو اصوات يعني احلى مني بقاطات. ابو علاوة خلينا نطلع من جو المنشدين والوسط. اليوم الشهداء لهم حق علينا، فخلينا نسمع شيء للشهداء. محضر شيء للشهداء ولا؟ اي محضر اكيد. خلينا نسمع شيء للشهداء. الله يرحم جميع شهداء العراق ان شاء الله. الله يرحم جميع الشهداء والرحمة والغفران لهم ان شاء الله. القصيدة للشاعر علي على الله تحياتي له ومن ألحانه. يا عيني شي صبرك على فراقهم، يا عيني يا عيني شي رد هذيك ايامهم، يا عيني ما ترد يا وصفة ذيك ايامنا البيها نضحك كنا رغم آلامنا،
يا عيني يا عيني، ضحكنا شقد بكينا شقد، الدمع الخد ولا طاحي بزعل، نحبهم ويل يحبونا، إذا نزعل يصالحنا الخجل، يا دنيا يا وصفة فارقتينا، يا دنيا كل من دموع بعين، يا دنيا نتمنى لو بس ليلة، يا دنيا لأحبابنا ترجعين. الله عليك حبيبي وعلى احساسك، والله يرحم جميع شهداء العراق، الرحمه والخلود لهم. ابو علاوي خلينا نروح فاصل ونرجع ان شاء الله. اعزائنا مشاهدينا الكرام مستمرين بالحلقه، لكن خلينا نروح فاصل وراجعين وياكم. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين، مستمرين بالحلقه مع الضيف الجميل الوتر المبدع حسين الزيرجاوي. حياك الله ابو علي. حياك الله حبيبي. ابو علاوي مر بفتره محدده كانت عنده ظروف كلش قويه، نعم. وما شاف واحد من اصدقائه او من وسط المنشدين ساعده، فلهذا السبب حسين الزيرجاوي سجل قصيده مشكورين. مشكورين كل الناس اللي يحبوني، مشكورين ما قصروا ما قصروا وعافوني. والله صدق ما قصروا، اشكرهم انا هواي. طبعا مريت بظرف عائلي شخصي، واحنا ما نقدر نقول كلهم، كل شيء ما نقدر نقول كلهم، لان حتى اذا طلع من يومهم واحد فهذا الواحد شنو ذنبه انا راح اظلمه. فالاكثريه الاغلبيه اللي انا كنت يعني سند لهم عون لهم ما اجوني، ما سالوا علي الا ما ندر. وحتى من كملة هاي الشغلة هم ما اجوني، اللي اجوني فقط هم اصدقائي واحبائي من مدينة النهروان. طبعا تحياتي لكل مدينة النهروان اللي هم سباقين بكل شيء، صح، وكلش احبهم. تحياتي للنهروان ومنشديها ورواديدها وشعراها الكبار على راسي. ابو علاوي اقرب منشد لحسين الزيرجاوي؟ اقرب منشد لحسين الزيرجاوي المنشد سجاد العربي. فدوره لك حبيبي يا حبيبي. حبيبي. ابو علاوي عنديش كم اسم تعلق عليهم. الدلل المهندس احمد شيحان، هذا الملك حبيبي واخوي على راسي. تحياتنا له حبيبي. الممثل محمد باسم. محمد اموت عليه، حبيبي وصديقي واخوي. تحياتنا له. المنشد علي الدلفي، صديق عزيز وملحن مهم. تحياتنا له. المنشد محمد الحلفي، صديقي وحبيبي وعلى راسي، محمد ابو صوت الحلو. تحياتنا له. الاستاذ كرار الساعدي. كرار الساعدي اخوي وتاج راسي وحبيبي. تحياتنا له. المنشد احمد الساعدي. احمد صوت مهم وصوت جميل، الله يحفظه، ابو ميامين الغالي. تحياتنا له. المنشد قاسم الساعدي. قاسم حبيبي واخوي من منطقتي، منشد رائع. تحياتنا له. الرادود سيد فاقد الموسوي. سيد فاقد سابقا لا، بالحالي اي، يعني هسه كلش حلو. والله قبل يعني كان قصايد عليها اشكالات هواي، بس هسه كلش حلو جميل، الله يوفقه ان شاء الله. الله يوفقه. تحياتنا له. اسم اخير المهندس ابراهيم المله. المهندس ابراهيم المله حبيبي واخوي ابراهيم. طبعا انا بالمناسبه الفضل لله صحيح، بس انا تعلمت الهندسه وصرت بهذا المجال، يعني كثرة لقاءاتي وياه وبكثرة وجودي يمه بالاستوديو. هم له فضل حبيبي ابراهيم المله. تحياتنا له ابراهيم المله الصديق العزيز. ابو علاوي وصلنا لفقره التراث، ومثل ما تعرف فقره البرنامج لان انت متابع. نسمع قصيده تراثيه بصوت حديث.
قصيدة تراثية تعتدل. طبعا القصيدة للمرحوم الشاعر عطية الجمري. هنا يا النازلين هنا بقبري حسين دلوني، تعالي للمسناية راعي الجود والراية، أريد أروح شجاية وأقول له يا بدر سعدي، رضيتي القوم يسبوني، رضيتي القوم يسبوني، طاحت من على الناقة تبعتها خواتي حسين، تتعثر وهي تنادي يا خوي حسين قبرك وين، جيتك باليتامى قعد تلقانا يا نوري العين، تلقانا يا نوري العين، خويا يا المتي ضامي اقعد جيت بيتامي، شوفي انت حلتي عظامي، تراني من السهر يا حسين ما تشوف الدروب عيني، ما تشوف الدروب عيني. الله عليك حبيبي وعلى احساسك. ابو علاوي كنت موفق وربي يوفقك ويوفق جميع خدمة الامام الحسين. ابو علاوي وصلنا لفت شغله اخيره او فقره اخيره. نعم. عندي شغله اكتب لك اياها بورقه وتقراها، ذات تحب نعرضها على الساده المشاهدين او ما نعرضها؟ بس ورقه وقلم شباب. تسلم. يا الله. هذا ناخذ هنا. نصير اشرب؟ اشرب يصير. الله الله وجهك يا نفس ما كانت. اها والله ما تنعرض؟ ما تنعرض وما تفتحها هم بعد، خليها هيك في مكانها. ما تنعرض. انت من طلعت انشك لهالدرجه اللي بيها مهم حتى ما تقبلين نعرض هذا الشيء؟ كلش. اها والله ابد. بعد ما اعرف. حبيبي انت. اخر مره راح اسالك، معقوله ما تنعرض بعد؟ لا تعرض ولا لا؟ الباقي لا تبين رجعها. والله ولا يهمك حبيبي. ابو علاوي شرفتنا اليوم حبيبي. وصلنا لنهايه الحلقه. انا اشكرك. كنت موفق وربي يوفقك ان شاء الله، ونشكرك على تواجدك بيناتنا يا حبيبي. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه الحلوه، وربي يوفقكم ويا رب ان شاء الله اشوفكم نجوم في السينما والمسرح. تحياتي لك سجاد، والله يوفقك بهذا المشوار يا حبيبي الصعب حقيقة. وأشكر أخوي المخرج حسين فيفا وأخوي مصطفى البهادلي، وتحياتي لكل الجنود المجهولين خلف الكاميرات، وربي يوفقكم إن شاء الله. يا حبيبي شرفتنا اليوم. حبيبي. أعزائنا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة البرنامج. انتظرونا مع وتر آخر وضيف آخر من برنامجكم برنامج أوتار. حياكم الله وإلى اللقاء.